خالد راح يشتغل في منارة مهجورة في روسيا، بس اللي شافه جوه كان أبعد بكتير من مجرد شغل. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. خالد شاب مصري كان عايش في روسيا وبيشتغل في مطعم، بس حصلت معاه مشاكل في الشغل واترفد. قعد محتار يعمل ايه، لحد ما صاحبه آدم قال له: أنا عارف واحد ممكن يظبط لك شغل في مكان هادي، منارة قديمة اسمها أنيفة. خالد وافق من غير ما يفكر، وفعلا راح قابل الراجل اللي وظفه هناك، اسمه فيكتور. لكن أول ما دخل المنارة، فيكتور بصله بجدية وقال له: بص يا خالد، أي حاجة غريبة تحصل ما تديش اهتمام، كمل شغلك وخلاص. بس الفضول كان أقوى من خالد. ساعة 1:30 آدم كلمه على اللاسلكي وقال له: خلي بالك يا خالد، لما تيجي الساعة 2 لو سمعت خطوات أو حد بيناديك اوعى تفتح. وفعلا أول ما الساعة جابت 2 بدأ خالد يسمع خطوات بطيئة قرب الباب، وبعدها خبط وحد بينادي باسمه: خالد. ثواني وسمع أصوات ناس بتصرخ وتستغيث كأنها بتغرق. نزل يجري من المنارة يشوف إيه اللي بيحصل، لكنه ملقاش أي حاجة. وأول ما طلع تاني لقى ظل أسود واقف فوق السلم بيبص عليه. الخوف مسك قلبه وطلع بسرعة عشان يرجع مكانه. لقى كتاب قديم مرمي على السور مكتوب عليه ماري سيليست، وبمجرد ما لمس الكتاب لمح بعينه سفينة قديمة معدية في البحر. خاف ورجع جري جوه المنارة، ولما بص تاني لقى الكتاب اختفى. قرر ينام، يمكن يكون توتر. بس في الحلم شاف خنجر عليه دم وصوت راجل كبير بيقول له: روح عند ظهر المنارة. ساعة 1:30 خالد قعد مستني. الساعة 2 عدت ومفيش حاجة. اتبسط وقال: يبقى اللي حصل امبارح مجرد توتر. ما كملش الكلمة والباب بدأ يخبط، وسمع صوت راجل عجوز بيقول له: الحقني يا خالد، البرد برا شديد، دخلني. بس هو افتكر التحذير وما فتحش. وبعد ثواني الأصوات كلها سكتت فجأة. رجع يقعد وهو متوتر، لكن فجأة اللاسلكي اشتغل لوحده وسمع صوت آدم: أنا ما كلمتكش من امبارح، اللاسلكي عندي بايظ أصلا. وبعدها نفس الصوت بدأ يضحك ضحكة غريبة واللاسلكي فصل. قرب الفجر، خالد وهو بيبص من الشباك شاف نفسه واقف على صخرة وسط البحر قدام المنارة، نفس هدومه نفس شكله، واقف يبتسم ابتسامة مخيفة. قرر خالد يسيب المكان فوراً، بس افتكر الحلم اللي شافه ونزل فعلاً عند ظهر المنارة، وهناك رجله غرزت في أرض طرية. لما حفر شوية اكتشف هيكل عظمي مدفون ومعاه خنجر قديم. اتصل بالبوليس فوراً، ولما الشرطة جات واكتشفت العظام عرفوا الحقيقة. الهيكل ده بتاع راجل اسمه إيفان، كان شغال في المنارة زمان. والمفاجأة إن اللي قتله مش غريب، ده بالظبط فيكتور، نفس الراجل اللي جاب خالد وشغله هناك. منارة أنيفا مش مجرد مكان معجور، دي شاهدة على جريمة قديمة، وروح إيفان لسه محبوسة جوه المنارة. لو كنت مكان خالد كنت هتوافق على الشغل ولا لأ؟ قول لنا في التعليقات.